السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي متتبعي القناة المتواضعة المزرعة السعيدة، نتمنى لكم الخير وإن شاء الله تكونوا بصحة جيدة يا رب العالمين. أولا، إذا حبيتوا يستفادوا ناس أخرين مثل ما راكم تستفادوا أنتم، يعني على المشاهدين، فقط أنا ما نقول لك لا اشتراك، لا، فقط الإعجاب للفيديو، لأن خوارزمية اليوتيوب تقترحه فيشاهده ناس آخرين، ربما يستفيدوا ويكون لك الأجر معنا إن شاء الله. المهم اليوم عندنا موضوعين أو عدة مواضيع راح نناقشوا الطفيليات اللي تصيب الحيوانات، الماعز وأغنام وعلى كل نوع، الأحصنة، البقر. الطفيليات اللي تصيب الحيوانات فيها عدة أنواع، منها اللي تعيش فوق الجلد كالقمل والبرغوث، قمل الماعز والبرغوث. هذه راهي تقتات على الجلد الميت وتمتص دم الحيوان، يعني تتغذى على الدماء نتاع الحيوان، تسبب له الهزال، وللجداء الصغيرة تسبب لها النفوق. الجداء الصغيرة ما عندهاش مناعة قوية، وإذا انتشرت فيها خصوصا هذا القمل أو البرغوث، كاين أخ في التعليقات الآن راهو يقول باللي يلقى هذا وقت انتشارها، راهو جات طفيليات في الجداء نتاعو. رانا سبق وين قدمنا العلاج الفعال اللي هو مبيد حشري اللي يستعملوه للزراعة في الفلفل، وهو مبيد حشري واسع الاستعمال. رانا شرحناه في فيديو، شرحنا طريقة الاستعمال وكمية وكل ما يلزم. أرجع العودة عليكم بالعودة للفيديو واقتناء هذا الدواء ومعالجة الحيوانات، ما تخليوهاش تصاب بالهزال أو ربما حتى النفوق. من بين الطفيليات اللي تقتات على الحيوان، على الدماء نتاعو، على الأنسجة الحية، هو نغف الغنم، اسمه نغف الغنم. هذا يسبوا ذبابة. الذبابة هذه تنتشر تقريبا دائما في فصل الصيف. لما تنتشر في فصل الصيف تحيط بالحيوانات نتاعك، خصوصا الكلاب والقطط. رانا نقولوا الكلب هو أكبر جالب للأمراض بالنسبة للماعز والأغنام. بالنسبة للناس اللي عندهم قطعان ويديروا الرعي، تجنبوا الرعي والكلب أعزكم الله في وسط الأغنام راه يسبب لها كوارث، من بينها جنون الأغنام. ونغف الغنم هذا راه دودة، هي في البداية تكون ذبابة تجلس على حافة الأنف نتاع الحيوان وتضع البيوض. مرات تكون تراقب في حيواناتك حتى تصاب بالذعر وتقوم بعملية العطس والجري والخوف وتحك أنفها على التراب. هنا الذبابة راهي وضعت البيوض على الأنف نتاعها في مقدمة الأنف. في خلال 24 ساعة تفقس هذا البيوض وتولي ديدان، يرقات صغيرة جدا، يعني لا تكاد ترى بالعين، وتدير الرحلة نتاعها صعودا مع الأنف والتجويف الأنفية لتستقر تحت الجمجمة تاع الحيوان، تقريبا عند القرون، لكن تحت الجمجمة. تتغذى له على الأنسجة الحية نتاعو. في البداية تبدأ تتغذى على المخاط اللي يصدره الحيوان من الأنف، لأنه المناعة نتاع الحيوان هي مخاط بالنسبة للأشياء اللي تدخل مع أنفه، سواء فيروسات تاع إصابة بالبرد أو ميكروبات أو حشرات مثل هذه الذبابة. من بعد هذه مدة الحياة نتاعها تمتد من 8 أشهر حتى 10 أشهر، تصبح يرقة كبيرة. من بعد تعاود تدير السفر العكسي باه تنزل من المكان الذي دخلت منه، يعني من الأنف. الحيوان هنايا يفرز مخاط لتسهيل عملية خروج هذه اليرقة. إذا لاحظت الحيوان تاعك داير مخاط بكمية كبيرة غير مألوفة لسببين. السبب الأول إما نزلة برد وأنت تعرف، إذا كان الجو تغير عندك خلال 24 ساعة الماضية، ويزول هذا المخاط، يزول بعد ساعات، لأنه مناعة الحيوان إذا كان التغذية سليمة ما ينالش منه البرد، لن يفعل له البرد شيئا. فقط نزلة برد ربما تغير له في الصوت نتاعو، دير له بحة، أو ينزل له المخاط مع قليل من السعال، يشفى في 24 ساعة، يشفى بعد زوال البرد، يشفى الحيوان بمناعته.
إذا كانت الدودة هذه هي اليرقة نغف الغنم هذا، راك تشوف الحيوان يصدر مخاط بكمية كبيرة تزداد يوما بعد يوم. إذا استطاع، هي في الحقيقة راهو مرض غير خطير، نصنفوه من الأمراض الغير خطيرة ومشترك بين الحيوانات والبشر. حذاريا تلمس المخاط إذا شفته غير عادي، لأنه قد يكون فيه بيوض وتنتقل للإنسان لتستقر هذه الديدان واليرقات تحت الجلد. قلنا من بين الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان معدية. إذا هذا الدودة نزلها الحيوان بواسطة المخاط والعطس، راك توجدها في المشرب نتاع الحيوان. في المشرب نتاع الحيوان، المكان الذي يشرب فيه الماء، تجد في داخله الدودة. بمجرد سقوطها في الماء ستموت. إن سقطت في الأرض وتصادفت معها، فيها حلقات على شكل قوس، راهي تجي رمادية اللون. عليك بقتلها، لأنها بعد عدة أسابيع واستقرارها في التراب ستخرج من هذه الشرنقة ذبابة لتعود من جديد وتضع البيوض على أنف الحيوان. إذا كان حيوانك هزيل يصدر مخاط بكميات كبيرة، من بعد ما يقدرش ينزل هذيك اليرقة، ينسد المجرى التنفسي تاع الأنف. تشوف الحيوان يتنفس عن طريق الفم. الحيوان يتنفس عن طريق الفم وعنده مخاط شديد يسد له أنفه ويدير له نوبات عصبية وتليف في الدماغ. يبدأ يخبط راسه، يخبط دماغه بالحائط ظنا منه أنه سيخرج هذه الدودة بهذه الطريقة. هذا موش جنون. هذا راه يعاني من اليرقة العالقة داخل الأغشية المخاطية للأنف. هنا جيبوا ورق التبغ، ارحوه، قدموه للحيوان، حكوه له على أنفه باستعمال قفازات بيطرية لتحفيزه على العطس لإخراج المخاط والدودة، دودة نغف الغنم. هذا مرض غير خطير لكن يشكل خطر على صحة البشر، وراهو نقولوا ماهوش معدي. إذا دارت الدودة في القطيع نتاعك راح تتمكن من أنها توضع بيوضها. فقط التغذية إذا كانت سليمة يتخلص منه الحيوان بواسطة العطس وإفراز الأغشية المخاطية في البداية. إذا صعدت راح تدير دورة حياتها وتعاود ترجع. تجنبوا مرافقة الكلاب للقطعان أعزكم الله، لأنه الكلب راهو سهل المنال بالنسبة للدودة هذه، ناهيك عن الطفيليات اللي تخلفها الكلاب في البراز نتاعها. البراز إذا كانت تتبرز الكلاب فوق طعام الحيوانات تخلي له طفيليات قاتلة، هذيك اللي تسبب الجنون. تسمم الدم يسبب الجنون نتاع الأغنام والحيوانات اللي تدور حول نفسها. كاين منه نوعين. النوع الأول هو سوء التغذية، نقص الأملاح، راهو يسبب تسمم الدم مما يجعل الحيوان يلتف حول نفسه ويصاب بالجنون ولا علاج له، يصيب الحيوانات البالغة. وكاين الجنون اللي يجي من الطفيليات اللي تخليها الكلاب أعزكم الله في البراز نتاعها. الحيوان يتمتع بغريزة شم قوية جدا، إذا اشتم أنه الطعام تالف أو فيه هذه الطفيليات بسبب الكلاب ما يتناولوش، لأن يتناول هذا الحشائش المصابة. إذا كان هزيل وتغذية سيئة راح يتناول على كل حال، مجبر يتناول الأخضر واليابس، هنا يصاب بتسمم الدم اللي هو الجنون ولا علاج له. هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.